بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكم نتمنى فيديو اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم راح تكون فطائر المقلاة السهلة والسريعة والخفيفة والهشوشة. نقدر نقولوا بانكيك العرب بنينة، والأبن اللي في الحاجة اللي بنينة فيها إنه مخدومة بالسميد. ضافة السميد راح تعطيها بنة أبن من بانكيك. أول حاجة هنا عندي مقدار من السميد الناعم، بنفس المقدار دقيق أبيض اللي هو الفرينة. أنا قست بالبول هذا الغرفية، هذه الغميقة تاع الشوربة صغيرة. وعندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وشوية ملح وملعقة ممسوحة من السكر. راح نخلط النواشف هذه كامل مع بعضها، وراح نضيف لها 2 من لي بول هذم من الماء، يعني كيلة سميد بكيلة فرينة بزوز كيلات ماء، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وملعقة ممسوحة من السكر، والملح نصف ملعقة من الملح. راح نخلط الماء، لازم يكون دافي، ما يكونش سخون، ما يكونش بارد وما يكونش دافي الى انه يكون سخون ياسر، شويه فقط. واذا كان الجو سخون خليه من العين عادي، ما ديريش سخون ياسر. وراح نخلط مليح، ومن بعد راح نضربه بالبرامكسر حتى نشوف هذيك العيون انه دار شغل رغوه هاك. ونخليه يخمر. الخمور يقعد 20 دقيقة هكاك. هنا بعد ما ضربته بالميكسر راح نضيف له كيس خميرة الحلوى. راح نصفيه هنا بالصفاية باش ما تعودناش تكتلات. وراح نخلطها مليح. هنا الإضافة اللي تضيفيها راح تعطي فرق في البنة، إنه أنا ضفت 2 ملاعق كبيرة من الماء الزهر. صدقيني وهو يطيب هذا الفطائر هذه يطيب، تعطي واحد البنة واحد الريحة ما نحكي لكمش. إضافة هذا المزهر، ما تحبيش تضيفي ما تضيفيش، ديري موارد. إذا حبيتي ديري قشور ليمون، إذا حبيتي ديري قشور برتقال، انتي وذوقك. إذا حبيتي ديري فاني، انتي وذوقك. المهم راح بعد ما ضفت الخميرة الحلوى وضفت 2 ملعق من الماء الزهر ونخلطهم مليح، راح نغطيها ونخليها تخمر. كيما قلت لك الخمور يقعد على حسب درجة حرارة المطبخ. إذا كنا في الشتا راح تدي معك تقريبا واحد نص ساعة هكاك، مهم حتى تولي طالعة. لازم 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 تكون بهذا الشكل. إذا كان جو عادي 20 دقيقة. المهم خليها، المهم تعود لك بشكل هذا، إنه تعود رغوية رغوة هك. وراح نوجد الزيت وبانسو ومقلاة. انا درت بزوج مقالي، علاش؟ لاني حابه نسرع ونكتب. مع انها هي يعني طيب فم فم، يعني بسرعه طيب. نعرف البانكيك فم فم يطيب. راح ندهن المقلاة بالزيت ولا بالزبده. النار تكون اول حاجه الساعه نسخن المقلاة مليح، ومن بعد نقص لها النار متوسطه ونصب فيها. هنا هذه ما تجيش كيما الغرايف، ما تجيش رقيقه، تجي خشينه شوي. صدقوني فنتها ولا أروع. راح نكمل الكمية هذه كامل. نحط المقلاة. أنا خيرت المقلاة تكون صغيرة باش يجوني حبات متحوفين. قد ما يكونوا صغار قد ما يكونوا متحوفين، ما تكبروش. ماذا بيك ديري مقلاة صغيرة كيما هذا، ما همش غاليين، ب50 ولا ب60 مقلاة كيما هكا. راح خليها غير كيما هكا. الغرايف ديما حنا الغرايف نحبوهم صغار، اليوم البغرير ولا هذا من الفطائر ولا البانكيك نحبهم الحبات يكونوا صغار، ما يكونوش كبار ياسر. اهم حاجه وانتي طيبي فيها، ما تخلطيش العجينه باش ما يهبطلناش الخمور. ماذا بينا كي تهزي غير الرغوه. نقلبهم في المقلاة الاخرى. انا راح نسرع على نفسي وفي نفس الوقت ننجز، يعني ما خليش نقولش نستنى بالحبه.
بعد ما كمّلت الكمية اللي عندي كامل، عطاتني تقريبًا 13 حبّة، يعني حبّات ماهمش كبار ياسر ماهمش صغار، يعني حبّات ملاح، ويجو كيما هاكا كيما الpancake ويجو ملاح بنان وخفاف وهشاش وما يجوش معجنين وما يجوش منقصين، يجو خفاف ومثقبين من الداخل. هنا كي تحبي تدهنيهم بأي حاجة تدهنيهم بالعسل الحر ولا بالعسل تاع السوق ولا بدبس التمر ولا بالزبدة ولا العسل ولا بسكر، زبدة وسكر جلاسي ولا سكر أعشى كيما تحبي. هنايا أنا دهنتهم بالعسل كيما قُلت لك كلهم يجوا خفاف، خفاف، خفاف ريشة، وكي تدهنيهم بالعسل معاهم فيهم الثقوب يتشربوا العسل، فيجوا معسلين ومشربين واش راح نقول لك، بنة. وما ننصحش الناس اللي دير في الريجيم إنه تاكلهم، فما يتقاوموش. وهذه من الفطائر السهلة والسريعة واللي تقدري توجديها في دقيقة، مش بشرط ديري انت كمية كبيرة كيما أنا كيما هذه بول تاع شوربة دالي 13 حبة، يعني انت يا عينك ميزانك، إذا كنت نتوما أفراد العائلة أقل ديري كاس سميد وكاس فرينة وتديلك حبات. وشوفي كيفاش تجي روعة، شوفي جربيها نتمنى إذا جربتوها تكتبوا لي لتحت في التعليقات كيفاش جات معاكم، نتمنى تجربوها وإذا عجبتكم الوصفة والطريقة ما تنسوش تشاركوها مع أحبابكم وأصحابكم ولكي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.